مع ام مهاب لا تلفي ولا تحتاري، هتقولك ازاي تنضفي الممبار بسرعه الصاروخ، ولا تقولي لي خلاط ولا كبه ولا جلدة انبوبة. تعالى اقولك هتنضفيه ازاي، وازاي كمان هتعملي الممبار البوبس الحلو ده ويطلع معاكي مفلفل وجميل كده. وكمان الخلطة جبارة بجد، اول مرة اعمل الخلطة دي وحلوة جدا. يلا نشوف عملنا ازاي. وما تنسونيش بدعوة حلوة كده من القلب لاختكم في الايام المفترجة دي. يا رب اللي بيتمنى حاجة يحققها له، ويرزق كل انسان بالذرية الصالحة، واللي نفسه في حاجة يحققها. جبته متنضف كده من الست، ولا جلدة انبوبة ولا خلاط، ريحت دماغي. هغسله كويس. بسم الله. هنغسله كده على الناشف زي ما بنقول بالدقيق وملح خشن على الناشف كده الاول. وبعدين هشطفه كويس. نديله غسله كمان بالدقيق زياده تاكيد. الملح الخشن هيخلي لو في اي بواقي موجوده تنزل. لما تمسكيه وتعملي كده بالملح بالدقيق. الحرف نتك عليه شويه لانه بيبقى مش متنضف قوي، بيبقوا ماسكين منه كده وهما بينضفوا، فما بيبقاش متنضف قوي. شايفين الدقيق مع الملح بيطلع اي بواقي. بصوا كده بقى زي الفل اهو. كده غسلته كويس جدا زي ما انتوا شفتوا. هنقعه في ملح وليمون. بلاش خل يا جماعه لان الخل بيخليه يجلد. ليمونه كبيره كده، وعلى حسب الكميه اللي معاكي بقى. وهسيبه منقوع كده شويه على ما اجهز الخلطه. معايا بصلتين كبار وثلاث فصوص توم هفرمهم ناعم. اول حاجه معايا الرز غسلته وصفيته من الميه كويس. ومعايا خضره مشكله، كزبره وبقدونس وشبت. هاخد منهم شويه كده على ما اشوف احتاج تاني ولا لا. اول مره اعملها ني في ني، فلو الخلطه ظبطت معايا هقول لكم في اخر الفيديو. لو طلعت مش حلوه هقول لكم برضه. انا لقيت كله بيعملها، كل الشيفات بيعملوها ني في ني كده، فقلت اجربها. طماطم مفرومه في الكبه، توابل، فلفل اسمر. طبعا تقدري تضيفي كل التوابل اللي انت عايزاها. انا بالنسبه لي ما بحبش الرغي كتير في التوابل. كمون، كزبره ناشفه، شطه لان الممبار لازم يبقى سبايسي علشان طعمه يبقى حلو. واهم حاجه معانا طبعا الملح، يبقى نظبط الحدق بعدين. وهضيف له شويه زيت وسمنه، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. زي ما قلت لكم لاول مره اجرب الخلطه الني في ني دي، فلو طلعت مش عجباني هقول لكم في اخر الفيديو. لو طلعت حلوه هقول لكم برضه. قلبت الخلطه كلها، هاخد منها شويه لان ما بحبش ازفر الخلطه كلها بالممبار علشان لو حاجه فاضت مني. بصوا ده شكل الممبار بعد ما غسلته من الملح والليمون. وبحب اسيبه على مصفى كده يصفي. وانا بغسله قطعته. هنظبط كده علشان ما ياخدش رز زياده. لازم يبقى مهوي كده، وهسيب الطرفين فاضيين.
نخلص الكميه كلها وبعدين نرجع. كده انا حشيت كل الكميه اللي معايا، بس العيب بقى في الطريقه دي، بصوا منزله ميه كتير جدا، حتى اللي انا حشيته منزل ميه كتير. بصوا الحبه دول اللي انا قصاهم او مقطعاهم، هسيبهم كده على جنب، وده سايباه طويل زي ما هو كده. هعمله بوبس. بصوا انا حشيتها طويله كده زي ما انتم شايفين. اي خيط عندك ومن الطرف كده وهنقفله. طبعا هو الموضوع مش سهل وبياخد وقت، بس لو حابه تعملي حاجه مختلفه لاولادك الصعب يبقى سهل ان شاء الله. توكلي كده على الله واعمليه. انا بحاول اعقدها علشان ما تفكش، وهقطع. هجيب شويه، مش هكومهم كرة كده لانه لسه الرز هيستوي وهياخد الوضع، فممكن تفتح. هبططه وهخلي فيه براح كده. ممكن نكبرها شويه، هخليها مهويه كده علشان لما الرز يستوي ما تفتحش، زي ما بنعمل البومبارات طويله كده. انا بحاول اربطه كتير علشان ما يفكش. ما تقلقيش من الخيط خالص، ساعه ما بيستوي بيطلع. ربطت كل الكميه اللي معايا وقفلت الطرف التاني كمان كده. بصوا الطرفين مقفولين. قبل ما الميه تغلي هضيف الميه اللي طلعت من الخلطه كلها، لانها طبعا مليانه بهارات وسمنه وزيت. وهضيف للميه التوابل الجافه، ورق لوري، وحوالي 3 فصوص حبهان بس هفتحهم، ولو متاح عندك فص مستكه او فصين. الميه غليت معايا، هبدا انزل بالمنبار. بسم الله. اول ما بينزل في الميه بياخد الشكل على طول. اسيبه يغلي كده حوالي دقيقتين، وبعد كده هوطي عليه على نار هاديه. اول ما يدخل على سوا كده هضيف له بقى الملح، لان لو ضفنا الملح في الاول بيجلد وما بيبقاش حلو. انا هضيف له الملح وهستنى كمان 10 دقايق كده واشيله. ما شاء الله كده الممبار استوى، هشيله بقى على طول. ده كده الممبار اللي عملناه بوبس. اول ما نقطعها كده هتلاقي الخيط طلع على طول. بصوا كده شلت الخيط كله. يلا بقى نروح نحمره علشان نشوف النتيجة النهائية عاملة ازاي. عايز زيت سخن وهنزل بيه على طول. بسم الله. ما شاء الله كده خلصت الممبار كله. اللهم بارك. نديله رشة خضرة كده اما نشوفه بقى من جوه. بسم الله. ما شاء الله شايفين عامل ازاي. هدوق بقى طعمه معاكم علشان اشوف الخلطة الناي في ناي دي اخبارها ايه. بسم الله. طعمها حلو جدا يا جماعة، بصراحة انا اول مرة اعملها وعجبتني قوي.
طعمه جميل بجد، بألف هنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.